تعلم السير على 3 أرجل ليس بالمهمة السهلة بالنسبة لروكي البالغ من العمر 11 شهرا. رجله الخلفية تم بترها بعد أن قام بمضغها بشكل شبه تام في محاولته للإفلات من القيد المربوط حولها. لا أندهش من أي شيء آخر يمكن أن يفعله الناس. إنه شيء محزن من الصعب تصديقه ومن المستحيل فهمه. قصة روكي بدأت في وقت مبكر من الشهر الحالي عندما سلمه أصحابه إلى مأوى الحيوانات في مقاطعة أورانج. بعد عملية جراحية استغرقت 4 ساعات وأسابيع من العناية، يتجول الآن مع راعيته المؤقتة ماليسا ستاينر. بعد ذلك كله وما مر به من القسوة التي وضعه الناس خلالها، فإنه لطيف وما يزال ودودا. على الأقل بإمكاننا المساعدة في تأهيله وتعليمه العادات الاجتماعية للكلاب المنزلية وتوفير الراحة التي يحتاج إليها. من خلال حبها يصبح روكي أقوى كل يوم. وستاينر التي فقدت كلبها الشيبرد الألماني مؤخرا تقول بأنه ليس وحده الذي يتعافى، لأنه يعني لنا الكثير، فقد فقدنا ذلك الجزء من حياتنا الآن، وعليه مجرد قدرتنا في مساعدة روكي جعلتنا قادرين على تجاوز ذلك. وفيما يحقق المسؤولون في حالة روكي، تقول ستاينر بأن مستقبله هو ما تقلق بشأنه أكثر. يحب الاهتمام به، يحب المعانقة، وهو يحتاج للذهاب إلى عائلة تقضي معه المزيد من الوقت وتعانقه.